في حاجة حصلت الأسبوع اللي فات قلبت الدنيا. هي إيه؟ هي إنشاء مؤسسة تكوين. طب إيه تكوين دي وبتعمل إيه؟ تعالوا يلا نعرف مع بعض. تعالوا الأول نشوف الاسم ده جايبينه منين. تكوين في مصادفة كده غريبة، وهي إن السفر الأول، وكلمة سفر يعني سورة، السفر الأول من التوراة اسمه سفر التكوين. الله أعلم دي بقى صدفة ولا ليها مدلول. طيب ده اسمها. طيب هي بتعمل ايه؟ هي بتدعو لتجديد الخطاب الديني. المؤسسة دي تحت طياتها كده بتدعو للعلمانية. طب يعني ايه العلمانية؟ يعني بيقولك فصل الدين عن الدولة، ما ندخلش الدين في الدولة، يعني كل حاجة كده سداح مداح. الكلام ده كله تحت ستارة اسمها التنوير. دي الكلمة اللي بيطلعوا بيها يضحكوا بيها على الناس. عارفين الناس دي بتعمل ايه؟ بيحكوا لك احداث وتمام، وتكاد تكون صحيحة، تكاد وانت تقتنع وتعدي، بس تيجي في الاخر كده يديلك حتة تخليك تشك في كل حاجة. هو ده بالظبط اللي هم بيعملوه، اللي هم بيقولوا عليها التنوير. من وجهة نظرهم طبعا بيقولوا ان السنة النبوية لا لا لا، دي مش مصدر للتشريع، دي مشكوك فيها، ومفيش حاجة اسمها السيرة النبوية. طب أئمة الإسلام لا لا لا، دول ناس متطرفة ومتشددة، ما ناخدش منهم أي تعليم ولا أحكام. مين بقى اللي عمل المؤسسة الجميلة دي؟ عندنا كده ناس زي الفل بصراحة يعني. زي مين؟ إبراهيم عيسى طبعا. عندنا واحد اسمه يوسف زيدان. عندنا واحدة اسمها فاطمة نعوم، وإسلام البحيري، واتنين كمان كده ما نعرفهمش. الناس دي كلها نفس الفكر، وإن شاء الله كلهم يكونوا في مكان واحد. طيب كلهم بيدعوا لإيه؟ بيدعوا للإلحاد طبعا. عندنا أول واحد الكبير بتاعهم طبعا إبراهيم عيسى، اللي هو قال إن الحجاب مش فرض، وإن صوم رمضان مش فرض، ومفيش حاجة اسمها عذاب القبر. فده واحد بيقول الكلام ده احنا نصدقه ونمشي وراه. ها؟ عندنا كمان الأستاذة فاطمة نعوم، اللي هي قالت إن الأنبياء كلهم أخطأوا في حق السيد المسيح. ها؟ بتقول كمان إن ده حديث. يعني حديث إيه حضرتك؟ يعني جايباه منين ده أصلا؟ وبتدعو نفسها إن هي مجددة للخطاب الديني، مجددة. فاحنا المفروض إن نصدق الكلام ده ونمشي وراه ونآمن بيه. فدي من ضمنهم. معانا حد تاني اسمه إسلام البحيري. إسلام البحيري ده أصلا القضاء حكم عليه ب5 سنين سجن بسبب أفكاره المتطرفة، يعني اتحبس بسبب افكاره. فاحنا نمشي وراه؟ ده اللي هو ازاي؟ اما بقى عندنا يوسف زيدان، اللي هو اصلا كان له فيديو قبل كده بيقرأ فيه آية من القرآن، بيقرأ غلط. يعني الراجل ده اصلا ما عندوش الف ب لغة عربية، مش فاهم اي حاجة. فازاي؟ فالناس دي يعني افكارها زي بعض، وان شاء الله يفضلوا مع بعض كده في حتة واحدة احنا كلنا عارفينها يعني. فباختصار شديد ان مؤسسة تكوين دي بتدعو للإلحاد تحت بقى مسميات كتيرة جدا. يلا اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. عندنا اول واحد الكبير بتاعهم طبعا ابراهيم عيسى، اللي هو قال ان الحجاب مش فرض، وان صوم رمضان مش فرض، ومفيش حاجة اسمها عذاب القبر. فده واحد بيقول الكلام ده احنا نصدقه ونمشي وراه. ها؟ عندنا كمان الأستاذة فاطمة نعوم، اللي هي قالت ان الانبياء كلهم اخطأوا في حق السيد المسيح. ها؟ بتقول كمان ان ده حديث. يعني حديث ايه حضرتك؟ يعني جايباه منين ده اصلا؟ وبتدعو نفسها ان هي مجددة للخطاب الديني، مجددة. فاحنا المفروض ان نصدق الكلام ده ونمشي وراه ونآمن بيه. فدي من ضمنهم. معانا حد تاني اسمه اسلام البحيري. اسلام البحيري ده اصلا القضاء حكم عليه ب5 سنين سجن بسبب افكاره المتطرفة، يعني اتحبس بسبب افكاره. فاحنا نمشي وراه؟ ده اللي هو ازاي؟ اما بقى عندنا يوسف زيدان، اللي هو اصلا كان له فيديو قبل كده بيقرأ فيه آية من القرآن، بيقرأ غلط. يعني الراجل ده اصلا ما عندوش الف ب لغة عربية، مش فاهم اي حاجة. فازاي؟ فالناس دي يعني افكارها زي بعض، وان شاء الله يفضلوا مع بعض كده في حتة واحدة احنا كلنا عارفينها. فباختصار شديد ان مؤسسة تكوين دي بتدعو للإلحاد تحت بقى مسميات كتيرة جدا. يلا اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.